في ديسمبر 2005 واحد من موظفي شركة ميزوهو ارتكب خطأ كارثي في هيئة الأوراق المالية دخل به التاريخ. في الوقت اللي كان لازم يبيع فيه سهم واحد لشركة جي كوم بسعر 610,000 ين، باع 610,000 سهم بواحد ين، واللي فات به عدد الأسهم الأصلية للشركة اللي كانت 14,000. السوق الياباني جاه شلل نصفي من انهيار البورصة، الخوف سيطر على الناس وشركات ما عندها ولا علاقة تأثرت بهذا الانهيار. وفي غرفة نوم صغيرة وسط أكواب من الرامن وشاشات الأنمي كان فيها شاب جامعي BNF شاف أشياء ولا واحد شافها. كان يحكي مع صاحبه سيس عن أفضل طريقة يدخل بها الصفقة، وسيس هو ثاني واحد من أفضل المتداولين في العالم. حياة الموظف في شركة ميزوهو انهارت بعد هذا الخطأ، ولحسن حظ الشركة أنه كان كاين حد أدنى للهبوط في بورصة طوكيو وخفض نسبة الخسارة للشركة. سعر الافتتاح كان 672,000 وانخفض لأدنى مستوى 572,000 ين. BNF شرى 7,100 سهم، يعني 48.9% من أسهم الشركة. شركة ميزوهو حاولت تغطي الكارثة لكن بدون أي فائدة. وصديق سياس شرى 3,300 سهم، وبعد ما السعر رجع يرتفع وعرف الناس أنه كان خطأ تقني، سياس باع الأسهم وربح 600 مليون ين. وبسبب خوفه من الحكومة سحب أرباحه في نفس اليوم، لكن BNF باع 1,100 سهم وخلى الباقي عنده 6,000 سهم. وهذه كانت ليلة العمر. BNF كان هادئ ويتفرج في المدينة. هذا أنا وهذه لعبتي. في صباح اليوم اللي وراه بعض الناس والمستثمرين رجعوا أرباحهم خوفا من المحاكم، لكن BNF وبعض الناس رفضوا الصفقة، فكان لازم على الشركة التسوية معهم، خاصة بعد ما رفضت الحكومة التدخل. اتفق BNF مع الشركة على التسوية، يبيع لهم الأسهم بأول سعر يحدد السوق بعد الافتتاح، وكان 975,000 ين. وBNF دخل صافي ربح 2 مليار ين، أي 15 مليون دولار. في عام 1998 تاكاشي، وهو الاسم الحقيقي لBNF، كان عايش حياة شخص عادي في اليابان، أنمي وساكي وبنات. وفي الجامعة طاحت عينه على برنامج NHK. قصة المتداول خسر 50 مليون ين. عشق أي شيء عنده علاقة بالتداول وأسواق المال، لكن الوضع المادي والمجتمع بعيد كل البعد عن الفرص الحقيقية والمال، وبلا أي شركات يمكن تدعمه مثل شركات التمويل. تاكاشي عشق الأسهم والشموع اليابانية من الجامعة للعمل، وفي غرفته الصغيرة قرر يعيش حياة قاسية بالتقشف لتوفير مبلغ رأس المال، ويستغل كل دقيقة فراغ يراقب ويتعلم السوق من كل حركة. بسبب صعوبة التعلم في هذاك الوقت، وأصلا المعلومات كانت قليلة، تاكاشي تعلم كل التفاصيل من تحركات السوق. وفي عام 2000 في الوقت اللي كان فيه السوق الغربي يترنح بسبب كارثة انفجار فقاعة الدوت كوم، اليابان كانت تعيش كابوسها الخاص، اسمه في اليابان العقد الضائع. 10 سنوات من الألم الاقتصادي، أسعار الأصول تتبخر، فقدت أكثر من 70% من قيمتها، وهذا هو الجحيم المالي بالنسبة للسوق. لكن بالنسبة لBNF هذه كانت تجربته الأولى، وبعد عامين من الدراسة طاح في الحقيقة القاسية. السوق لا يهتم بالوقت والجهد اللي حطيته، الخسارة بدأت تتراكم، ومن قلب اليأس اكتشف الخوف هو العملة الحقيقية في عالم المال. فالسوق الهابط البشر يروح منه التفكير المنطقي، تفكيرهم الوحيد الخروج بأقل الخسائر، يبيعوا كل شيء وبأي سعر فقط لوقف الألم اللحظي. وهذه الثغرة اللي لقاها تاكاشي، استراتيجية التداول المعاكس. ويا جماعة أي استراتيجية نقولها في هذا الفيديو تبان لكم تافهة، لازم تحط في بالك أنه تاكاشي من أوائل الناس اللي استعملها في بداية 2000. في الوقت اللي يبيع فيه الجميع الأسهم هو يدخل ويقعد يستنى لأيام ولأسابيع. وصدقني أي إنسان يحط مدخراته في أسهم هابطة راح يكون عايش ستريس ابن الذين. وعن تجربة، في الوقت اللي خاف فيه الناس يبالغوا في تقييم الخطر ويبيعوا الأسهم بأقل من قيمتها الفعلية، وهي بعد أيام أو أسابيع راح ترجع لقيمتها الفعلية. في السوق الهابط عام 2001 تاكاشي كان يبحث عن انحراف بنسبة 20% من الموفينج افريج ل 25 يوم، وإذا وصل 35% فهذا أأمن سهم. نظريا كانت خطة مثالية، لكن واقعيا كانت مؤلمة. وحتى مع هذا الاكتشاف استمرت الخسائر، مدخراته تنقص وكل يوم يشوفها تحترق. في الوقت اللي كان راح يستسلم فيه الأغلبية فعل ما يفعله العباقرة، حلل صفقاته الخاسرة واكتشف النمط الخفي. السوق مش كتلة واحدة، كل قطاع عنده نبضه الخاص ودرجة انحرافه الخاصة. التكنولوجيا تختلف عن الخدمات، والخدمات تختلف كليا عن شركات الناشئة. ومن بعد ما فك هذه الشفرة تحول من مقامر إلى قناص أسهم. في ديسمبر 2001 السوق انهار كليا، أسهم الشركات الصغيرة تدوب، المتداولين العاديين شافوها كارثة طاحت عليهم، وتاكاشي شافها فرصة العمر. أغلب المتداولين دخلوا للأسهم اللي طاحت قيمتها بشكل خفيف، لكن تاكاشي دخل في الأسهم اللي طاحت قيمتهم بأكثر من 65%. وفي هذه الأسهم ضرب ضربته اللي خلته مليونير في الوقت اللي خسر أصحابه فيه كل شيء. ضاعفت أموال تاكاشي في أيام في نهاية عام 2002.
حسابه وصل للمليون دولار وتحول للأسطورة، الدب العظيم اللي روض السوق الهابط. من بعد الهبوط ونهاية السوق الهابط الأزمة الاقتصادية خلصت وبدأ السوق الطالع. يمكن تجي في بالك أنه هذا خبر جيد، لكن بالنسبة لتاكاشي هذه كانت الكارثة. استراتيجيته كانت تعتمد على خوف الناس، لكن الآن كيف راح تبيع الخوف في سوق مملوء بالتفاؤل والطمع؟ كان يواجه خطر الانقراض، والأسوأ أنه عنده وشك ممكن يخسره، والحرية اللي قاتل لأجلها صارت على الحافة. تاكاشي كان لازم عليه يتطور أو يموت في سوق الأسهم. أدرك أنه لا يستطيع محاربة التيار، فاكتشف ميكانيكية جديدة للسوق: التأخير، اللاج. في السوق الصاعد الشركات الكبرى ترتفع، لكن مش كلها في وقت واحد، بعضها يتأخر، وهذه كانت الفريسة الجديدة لتاكاشي. تحول من مضارب يومي شرس إلى صياد صبور، يدخل بعض الصفقات في الشهر، انضباط حديدي ورؤية شاملة للسوق، والنتيجة ربح 10 ملايين دولار في عامين. بدا للناس وكأنه شخص لا يقهر في عالم الأسهم. في ديسمبر 2005 9 صباحا بورصة طوكيو، الجو مشحون واكتتابات عامة جديدة طرحت في السوق، أموال تتدفق والجميع يبحث عن الثروة السريعة، والعيون كلها على الوفد الجديد لشركة جيكوم. وفي غضون دقائق السهم انهار، واللي ربح منه تاكاشي 2 مليار ين. في الوقت اللي كان راح يشتري فيه أغلبية الناس يخوت وسيارات فاخرة، تاكاشي قال: رؤية المال الحقيقي كاش تجعلني المتداول الأسوأ. في حياته ما حب السفر والشهرة، كل طلباته في الحياة يقعد في بيته ويتفرج في شاشات الأسهم ويلعب أونلاين. في عام 2005 الملياردير الياباني ماسايوشي سون بعد ما شاف تاكاشي والربح اللي دخله ما بين 2000 و 2005 عرض عليه الصفقة. مرحبا بك في مكتبي المتواضع. أنا اتصلت بك اليوم حتى نقدر نكمل كلامنا اللي كان في الهاتف. وش رايك نعطيك تخدم أصولي لقيمتها 3 مليار دولار؟ أنت قلت لي من قبل أنه أنت مش مهتم، لكن أنا متأكد أن لكل شخص ثمن، وأنا نقدر ندفع. راح أعطيك 4% لإدارة أصولي و30% من نسبة الأرباح، وبلا ما تنسى أنا راح أعطيك 3 مليار دولار. عرضك مرفوض، أنا فقط متداول يومي من بيتي، ومن المستحيل أدير أصولك اللي قيمتها المليارات في الأسواق العالمية. أنا اخترعت طريقتي في التداول، ولن أسمح لأي شخص أن يؤثر على قراراتي الشخصية. 2008 سوق الأسهم انهار، النظام المالي العالمي طاح، لكن بالنسبة لبياناف كانت هذه معناها الرجوع للاستراتيجية القديمة. السوق الهابط عاد، لكنه ارتكب خطأ قاتل: الغرور. دخل السوق الأمريكي، حط 6.5 مليون دولار وتبخرت في ليلة واحدة. الأسهم ذهبت كلها للصفر، وحلف أن لا يعود للسوق الأمريكي أبدا، لكن الجرح كان عميق والنزيف استمر لأكتوبر سنة 2008. مؤشر نيكاي انهار، وتاكاشي حاول تطبيق استراتيجيته القديمة، لكن السوق كان مختلف عن السوق الهابط اللي كان في سنة 2000. القواعد تغيرت والخسائر تراكمت، والألعاب والأنمي لم تعد تهدئ الأعصاب. في هذيك اللحظة المظلمة بالضبط أدرك الحقيقة: عظمة تاكاشي لم تكن في الأرقام، بل في الانضباط وفي ثقته العمياء بحدسه اللي بناه عبر السنين. في الوقت اللي كان الخيار الأكثر منطقية التراجع، فعل المستحيل ودخل ضعف رهانه. هذا هو بداية الطمع. في الوقت اللي كان الجميع فيه بيع، BNF بدأ يشتري أسهم بطريقة جنونية، 90 شركة، حط فيهم 64.8 مليون دولار. ومن بعدها تحول السوق الهابط إلى سوق طالع، شركتين بدأتا بالارتفاع ومن بعدها 4، ورجع السوق كامل يرتفع بعد نهاية الأزمة. تاكاشي باع أسهمه اللي دخل فيها ربح 12 مليون دولار من 64 مليون دولار، وها قد عاد الملك بعد ما كان على حافة الإفلاس. اليوم تحول تاكاشي BNF من متداول إلى مؤسسة كبيرة، عقارات ومباني تجارية، لكنه ما زال متخبي في الظل، ولليوم لا زال يطارد الأسهم اليابانية ويستنى في الانحراف الجاي.